يلا بينا نعمل احلى حلا بارد بدون خبز ولا كيك ولا عجن ولا اي حاجة. سهلة جدا وبسيطة، مش هنشغل لها اي حرارة. الجو حر كفاية. عايزين نعمل حاجة كده ترطب على القلب، ممكن تعمليها على شكل تورتاية تحتفلي بيها في اي مناسبة، وبتطلع متماسكة خرافية، طعمها روعة ومكونات بسيطة جدا جدا، حلوة بشكل مش معقول والله بجد. طعمها كده مناسب قوي للصيف. انا معايا كوبايتين من الكريم شانتيه الخام، ومعلقتين من السكر البودر، وممكن تحطي سكر حبيبات عادي خالص، اللي عندك حطيه، وكوبايتين من الحليب يكون بارد. وهضرب الكريم شانتيه ده كويس قوي قوي قوي. انا عايزه كريم شانتيه تقيل عشان يطلع متماسك معايا واعرف اطلع القطعه متماسكه. كل ما كان خفيف هتلاقي الصينيه معاكي فكه كده ومش مظبوطه. عايزاه يعمل منقار كده. معايا بقى بسكويت ميري، اي نوع بسكويت ساده، مدور مربع، تقدري تعملي في صينيه مربعه في صينيه مدوره اللي عندك، وكوبايه من الحليب. هسقي البسكويت ده في الحليب وهرصه واعمل طبقات. وعلى فكره يا جماعه، العلامه اللي في الصينيه دي جديده ونضيفه، بس هي غالبا كده الكاميرا عامله مبينه اللي هي بصمات الصوابع. هعمل طبقات بقى من البسكويت ومن الكريمه فوق بعضهم، واحاول افرد بالراحه في اول طبقه عشان ما احركش البسكويت، وابتدي احط بقى طبقه تاني من البسكوت، واسقسق بمنتهى السهوله. سهله جدا والله، وتطبق بمنتهى السهوله. تقدري تعمليها في اي نوع، في اي شكل من الصواني. واحط طبق كريم شانتيه بسكويت، طبق كريم شانتيه بسكويت، لحد ما اخلص كميه البسكوت اللي عندي كلها. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت 5 طبقات. تمام، تقدري تعملي اي عدد انت عايزاه. انا كان عندي مانجا في الفريزر، طلعتها قطعتها مكعبات وحطيتها على الوش. تقدري تحطي فراوله، تقدري تحطي اي نوع فاكهه. وهجيب كيس من الجيلي المانجا. تمام، انا حاطه مانجا فهحط جيلي مانجا. وانا عايزه اقلل مقدار السوائل اللي بتتحط على الجيلي، عشان انا عايزه الجيلي بتاعي تقيل. المفروض بيتحط على كل كيس جيلي كوبايتين من الميه. انا حطيت كوبايه واحده من الميه. هدوبه كويس واحطه على الوش وادخله التلاجة يتماسك. مش هياخد معايا ساعتين 3 على فكره. هبتدي اسلك الحروف بالسكينه واطلع القالب بتاعي. وانا حطيت على الحروف على فكره فول سوداني، بس الكاميرا قطعته. وهعمل وردات صغيره بالكريم شانتيه عشان اخليه شكلها حلو، يعني قال يعني انا عامله تورتايه يعني، واضحك عليهم يعني. بس. وهقطعها تطلع متماسكه جدا، هتطلع القطعه متماسكه. والبسكوت ده بيتحول مع الوقت، تحسي لما بتشرب من السوائل دي كلها ان هو كيك كده معاكي. حلوه جدا. مزازه المانجا مع التسكيره مديه طعم حلو قوي. بجد من احلى التحليات اللي بترطب على القلب في الجو الحر. حلوه جدا. والفراوله ممكن تليق جدا معاها برضو. بصوا حلوه قوي، بألف هنا.